ايه هي افضل لغه برمجه؟ ايه افضل لغه برمجه في ايه؟ لازم تحدد استخدامك بالظبط عشان نقدر نحدد ايه افضل لغه هتفيدك في الاستخدام ده. لكن لغه برمجه افضل من كل لغات العالم مفيش حاجه اسمها كده. كمثال، في مثلا عايز اشتغل مع الاي اي، هقول لك افضل لغه روح استخدم بايثون. هتقول لي لا انا عايز اعمل مثلا حاجه فيها ريل تايم، حاجه مثلا عايز الداتا تابديت فورا، الكلام ده كله، هقول لك استخدم نوت جي اس او استخدم سوكت مع البي اتش بي. فبناء على اللي انت عايز تعمله بالظبط بنحدد التك ستاك اللي هنستخدمه. يعني ايه تك ستاك؟ تك ستاك هي مجموعه التقنيات اللي انت بتستخدمها عشان توصل للهدف اللي انت عايز توصله. كمثال، في الفرونت اند هشتغل فيو جي اس، هشتغل انجولار، هشتغل فانيلا جافا سكريبت عادي مع اتش تي ام ال وسي اس اس. في الباك اند هشتغل بي اتش بي ولا نوت جي اس ولا اي اس بي. مجموع الحاجات دي مع بعضها هو التك ستاك، وده اللي بيحدده السي تي او او مدير المشروع. طب ايه هو افضل تك ستاك؟ مفيش افضل تك ستاك في المطلق. برضه هرجع اسالك، هقول لك انت عايز تعمل ايه بالظبط، بناء عليه هنحدد افضل تك ستاك يخدمك. كمثال، لو انت عايز تعمل موقع بسيط مثلا موقع حجوزات بسيط، فهقول لك اشتغل فيو جي اس مع بي اتش بي، هتحط عليها فريم ورك لارافيل، ده هيوصلك لهدفك. هو أنا المفروض اتعلم كل اللغات دي؟ لا طبعا، لكن اللي انا عايز اوصله لك هنا حاجه واحده، ما تحكمش على نفسك ان انت مثلا بي اتش بي ديفلوبر او نوت جي اس ديفلوبر. انت مش ده، انت سوفت وير انجينير. انت قادر ان انت تتنقل ما بين اي لغه على حسب الاستخدام وعلى حسب الحاجه. مهم جدا ان انت في البدايه تركز في لغه وتبقى قوي جدا فيها، لكن بعد كده لو الاساسيات اللي اتكلمنا عليها اللي انت بتذاكرها في البدايه اللي كانت مزعجه بالنسبه لك وصعبه وبتاخد وقت ما اهملتهاش، فالاساسيات دي هتساعدك في التنقل ما بين اللغات بسهوله، لان في الاخر هو الفرق بينهم سينتاكس واوبريشن سيستم هتشغلها عليه.